كنا عايزين نعرف الناس عندها شهامه ولا ما عندهاش شهامه، ده اللي ختمت بيه ايفون تقريرها اللطيف. ميرسي يا ايفون على التقرير. واكتشفتي ايه بقى؟ اكتشفت في مواقف بيبقى فيها شهامه بس ممكن متاخر شويه. يعني الموقف بتاع المعاكسه، في ولد وقف فضل يتفرج. احنا قعدنا مثلا بتاع 10 دقايق لحد ما ابتدى حد يتدخل. يعني لو واحده بتتضايق في الشارع هتقعد تتضايق 10 دقايق قبل ما حد بتتعاكس يعني. بتتعاكس 10 دقايق. ففي واحد واقف من ساعه ما شاف الولد بيعاكسني بعد ما ففضل واقف شويه وما بيعملش حاجه، هو بيتفرج كتير لحد ما جم اتنين فقال له كابتن، انا سامعه بقى، انا قاعده مركزه معاه، كابتن الولد ده بيعاكس البنت دي، الراجل ده بيعاكس البنت دي. والله الراجل ده هو خطيبي يعني مش حد الحمد لله مننا وعلينا. بس ويعرف يعكس، بيمثل لا ده فنان. طب ايفون، الناس اللي كانوا في الحادثه دي، عشان نتكلم في حاجه، الناس اللي كانوا واقفين في الشارع ماشيين بعربياتهم، ما حدش ولا حد ناس مثلا عدت كتير قال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ لا ولا اي حاجه. في ناس عدت كتير. 10 دقايق ده وقت كتير على فكره، ان حد يبقى بيضايقك في الشارع 10 دقايق وانا بعلي صوتي. يعني في الاول كان بيتكلم بصوت واطي فلقينا الموضوع مش جاي، فابتديت انا ازعق بقى عشان الناس تتفاعل. اختلفت بقى في العربيات، حسيت ان فيها وانت العربيات لا هو ما حدش عبره طبعا، وهي لوحدها وقفوا. انا لوحدي العربيات كانت كوامي وهو لوحده ما حدش سأل، وانت وهو. لا هو لوحده حد سأل بس بعد مثلا بتاع تلت ساعه او ربع ساعه. لكن لما كان معاكي راجل خلاص بقى قال لك. ولما كان معايا راجل برضو وقفنا كتير قبل ما حد يقف لنا. لكن لما كنت لوحدك لما كنت الشهامه ظهرت كتير. وبعدين مش شهامه، مش مجرد بس ان هو بيجي يقول لك عربيتك فيها ايه ويمشي. لا ده في واحد وقف قال لي طب في حد جاي لك؟ قلت له خطيبي هيجي لي دلوقتي. فراح قال لي طب كلميه، طب شوفيه فين، طب اقعدي جوه العربيه اللي وقف قدامك. اللي وقف قدامك. انا اللي عاجبني بقى في الموقف ده بتاع العربيات، ان في عربيه وراكي ست سايقاها ركنت تتفرج وتبقى تحسسك بالامان، تسندها بالظبط ان انا قاعده في عربيتي لاي سبب. يعني هي اعتقد انها كانت خايفه تنزل وفي نفس الوقت طب مش عايزه تسيبك لوحدك. انا هاخد من كلامك بقى واسال دكتوره عزت لو حضرتك ليكي تعليق اوكي، بس انا عايزه اقول حاجه، انه دلوقتي حته الخوف والتخوين عندنا بقى كمان. انا عايزه اقف لواحده بس خايفه تكون هي عامله لي مطب، وحد عايز يقف لواحد بس خايف يطلع عليه حاجه. هو كميه الامان قلت. لازم نعترف بانه الشارع المصري ما بقاش بنفس الامان بتاع زمان. وطبعا طول عمر المصريين رغم الشهامه الشديده كانوا يقولوا ما ينوب المخلص الا تقطيع هدومه، فما ممكن تقف 10 دقائق واحد يعكسها. ده ما تشجع لما لقى ناس ثانيه يبقوا يكونوا فريق ضد هذا المتحرش. اسفه يعني صديق. لكن اصلا كمان حرام ان احنا نقول الشعب المصري كله شهمه ولا الشعب المصري، ما فيش حاجه كده. الشعب المصري مش كتله صماء يعني. حتى في قدر من التناقض. يعني عارفين ان الدكتور جمال حمدان رصد التناقض في حاجات في حياه المصريين حتى في البناء. الهرم والاثار وجنبيها بيوت شعب يعني ريفيه تعيسه. طبعا هو معش لما شاف العشوائيات. ده تناقض في الشخصيه المصريه. دكتور سيد عويس اتكلم عن الازدواجيه الدينيه. ازاي ناس تبقى حريصه انها تبني جامع وتبني زاويه وممكن تقضي حاجتها جنب الجامع، حاجه مش منطقيه خالص. ففي قدر من التناقض طبعا في الشخصيه المصريه، الى جانب الاتساع الجغرافي للشعب المصري ما بين شمال وجنوب وصعيده وبحروه ودلتا وصحراء ويعني سواحل وطبعا وريف وحضر واحياء شعبيه. ما تقدريش تقولي ان الشهامه او يعني اي سمه اصيله موجوده في الكل. طب ده يخليني اسال استاذ فتحي، هل تعتقد ان هاخد من كلام دكتوره عزه ان الموضوع احساس بعدم الامان اكتر؟ يعني هل المواطن المصري دلوقتي هو شهم وكل حاجه بس برضو ما يروح ما بعدك روح؟ انا لما هاجي اقف في اي حته هبقى قلقان مين يتلم عليا. هل عدم الامان ده هو اللي مخلينا مش واخدين بالنا من الشهامه؟ في البدايه انا عندي تعقيب بس على كلام حضرتك في اول البرنامج اما كنا بتابعك. انا كنت بقول انت قلتي اللي احنا كنا هنقوله، فاحنا هنيجي نقول ايه؟ بامانه ان انت كنت مصره قوي على فكره ان الشهامه موجوده. طبعا ده من خلال التقرير الشهامه موجوده ولكن بدرجات. كان تعقيبك والتقرير شغال ان هو بيقف للبنت عشان هي اقل حجه. فانا كنت بعقب واقول واكثر جمالا. يعني هتلاقي ان في روح كوميديه. يعني لو وحشه مش هيقف. لا مش النظريه، لكن الفكره ان هو السرقه ما حدش الاثنين. وانت وحشه يا جميل ما شاء الله. لا قمر يا عسل. سيده طلعوا مطاوي طبعا. بيقفوا للصغيرين يعني بشكل او باخر، خاصه ان هي واقفه على طريق دائري او طريق سريع.
الفكره هنا ان الشهامه في جميع الاحوال موجوده لكن بدرجات. أيوة. الانفلات الامني احنا دلوقتي في ثورتين واقاله رئيسين، فشيء طبيعي ان الارض بتتقلب سواء امنيا مجتمعيا، فشيء طبيعي زي ما كنا بنقول دايما. عشان انا كاتب اكتر من كتاب عن الثوره، هو مش مجالنا، لكن الفكره ان انبل ما فينا طلع في 18 يوم، دي فتره زمنيه معينه، والبعض بيرى ان اسوأ ما فينا ما بعد 18 يوم خلال ال3 سنوات. هو لا يجوز يعني لا يجوز الحكم بشكل عام، لكن الارض فعلا بتتقلب بشكل عام. انت 30 سنه او اي يعني، انا قبل ما اجي اما الاعداد كلمني امبارح فنزلت اعلان لطيف على الفيس اشوف، جالي 60 تعليق. ال60 تعليق كلهم بيتكلموا عن المصريين بشكل عام. يعني بعض التعليقات قبل ما ادخل في المضمون اللي انا عايز اتكلم فيه قالوا لي والنبي كلم الاستاذه اميره تبقى بالراحه على الضيوف. شوفوا الروح بس. امنيه جماعيه بس مفيش فايده. دينا قالت لي والنبي قول لي المفيده انا بعت لها بوسه. انا عايز بس اوضح لكم الدنيا بتفكر ازاي. منى قالوا لها انت عايشه معانا ولا قاعده في سحابه سماويه؟ انت زينا بني ادمه. الفكره في ايه؟ لا ده مش كويس خالص، يعني انا لا مغيبه ولا لا ايه؟ لا لا خالص. الفكره في ايه؟ في اللي انا عايز اقوله بس ده. بقى الناس بتحبكم قوي، ده رقم واحد. وكل بتحب واحد الروح، متصور يعني فينا. دي روح المصريين. يعني انت تقول لي الشهامه موجوده لا، او الشخصيه المصريه. الشخصيه المصريه الحميميه، الكوميديا، الجدعنه، الشهامه، دي حاجات في الفتره بتاعتنا. لكن زي ما بقول احنا في خاصه ال3 سنوات اللي فاتوا في الارض بتتقلب، فالامور صعبه نوعا ما. يعني فاللي بيظهر فيها، انا كنت زمان مثلا على سبيل المثال تقدر تقف لو اقرا حد- الحوادث. لا اقرا الحوادث لو انت عايز. هي الفكره المنظور او العالم اللي انت عايش فيه. انا عشان صحفي فملم نوعا ما او في مجال الميديا، فأنت لكن في ملم ناس بالحوادث. مدمنه مثلا انها تقرا حوادث بس، هتلاقي ان العالم كله عشيق بيقتل. هي دي مصر، او عفوا بعض العرب او الصحف العربيه، مصر من خلالهم هي كميه الجرائم اللي بتحصل. لا 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 لا، الصوره اكبر من كده بكتير. فهي الفكره انا معاكي قلبا وقالبا ان الشهامه موجوده، ده اساسي يعني. طيب تمام. دكتوره عزه، انا ازعم ان انا مواطنه جدعه، لكن انا لا يمكن اقف لحد على الطريق. ده دلوقتي دلوقتي لا، انا كنت ولا زمان من زمان؟ لا، ومن زمان. للناس لا يمكن واخد أقف لحد على حادثة. الطريق، حتى لو حطهم بنات. وكانوا في ناس يحذروني ما تعمليش كده، ما تركبيش حد ممكن تتأذي. عليه بقى، لأن إحنا لان علينا- فعلا مره خدت واحده من الطريق كده، الاتوبيس خبطها، وعلى قالت لي روح بيت اهلي. على ما دخلنا بالعربيه كانوا الناس هيكسروا لي العربيه على فاكرين ان انا اللي لا صدمتها. طب ده كويس، ده شكل. ممكن تتعرضي. احنا الاعلام وصفحات الحوادث بتخليكي والتحذيرات حذرة. اللي بتنزل على الفيسبوك، كل ده خالق مناخ طبعا. من انه حتى الجدع بيكتف نفسه، لانه البنات هتشممك ايه وهترش عليك ايه، والولاد هيعملوا ايه وهيثبتوك الجريمة وهيسرقوا كمان ما بقتش العربية وهيعملوا كلها. إيه. التحذيرات دي المفروض ناخدها بجدية، ولا هي مبالغ فيها، ولا هي نتعامل معاها ازاي؟ لا، الحقبه دي المفترض نكون عندنا قدر من الحذر، لانه الحقيقه الاوراق متلخبطه قوي الايام دي. وما تنسيش انك دلوقتي انا خايفه على بكره بتاع الاجيال اللي جايه، لانه اتلخبط. كانوا زمان الولاد يلعبوا في الشارع عسكر وحراميه، كان لازم العسكر يكسبوا. انت دلوقتي بتشوفي المجرم بيرفع عسكري. في فيلم لنور الشريف على فكره في مشهد ما اقدرش انساه خالص، قال له انا حريص على انه ابنك ما يشوفنيش وانا برفعك، لانه لو شاف المجرم او الحرامي او القاتل بيرفع الضابط بكره بتاعه هيتلخبط. بس بكره بس خلاص بكره بتاعه هيتلخبط. فاحنا الحقيقه في مرحله فعلا مخاض. وتخيلي الشعب المصري المحب للاستقرار الودود فجاه تبقى حياته إذا ناخد فيها كم التحذيرات الفزع دي، ده، تاخديها ناخدها بجدية. الفتره دي الى ان تستقر ويرجع وجه مصر البهيه عظيم. مره اخرى. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا حوالين وجه مصر اللي عايزينه يرجع، والشهامة اللي لسه ممكنة بعد الفاصل. هل الشهامه قلت في الشارع المصري ولا زي ما هي؟ والله هي ما قلتش، بس هي تعتبر يعني مش موجودة دلوقتي الصراحة يعني. لا موجودة إن شاء الله من أيام الملك مينا وأحمس وتحتمس. بصراحة أنا شايفها قلت جدا جدا جدا، يكاد تكون خلاص. قلت كتير طبعا بالنسبه للهوجه اللي احنا فيها اليومين دول يعني بالفعل قلت عن زمان، ما بقتش زي الاول بكتير. لا طبعا قلت كتير قوي. انا ما بقتش امن امشي في الشارع، واحد يضايقني واحد يمني مش هلاقي حد يحمي عني، مش هلاقي حد يدافع عني. لو شفت خناقه وفي ناس ملمومين حوالين حد وبتاع، ممكن تخش تتدخل فعلا وتحوش عنه؟
لا هو انا مش من طبعي. في يخش بيحوش ويسلك وكده، وفي يكبر دماغه ويمشي عادي، يقول لك لا تجيلي مطوه كده او حاجه، او تجيلي خبطه كده ولا كده ولا حاجه، ويكبر دماغه ويمشي. بالفعل لو لقيت خناقه ما فيهاش اي حاجه مطوله ولا حاجات اللي بنشوفها وبنسمع عنها دي، مش هتعامل، اخاف على روحي. هما ممكن ما يقفوش اصلا، وحتى لو وقفوا ممكن يكونوا بيتفرجوا، بس ما حدش بيعمل حاجه يعني. ساعات ممكن اقول انا ماله، ساعات ممكن اقف على حسب يعني، بس هو اليومين دول الواحد بيخاف يقف في الشهامه. الحاجات دي الشهامه انا هقف لبنت مثلا بتكون اتسرقت، بتكون تتضرب، لكن مش هقف لواحد بيكون عليه مثلا 500 واحد واقول دي شهامه، ده انا كده بموت بالشهامه، ما اسمهاش شهامه بقى. عمر حصل موقف حسيت فيه ان انت شهم؟ كتير يعني. ابسط شيء لو مثلا راكب في المترو او في اتوبيس او في القطر ولقيت واحده زي والدتي او زي اختي وواحد بيحتك بيها، المفروض اتكلم كلمه طيبه، باخده برضه بالراحه عشان برضه ما نهزقش بعض في القطر او في المترو او هنا. وبعدين اذا كانت واحده كبيره في السن المفروض ان انا اترك لها المكان واقعدها واخليها تقعد هي. بشوفها في المواصلات العامه، يعني لما بيبقى في ست كبيره او حد كبير او حد عنده ذو احتياجات خاصه، بشوف ناس كتير بتقوم وتقعدوا له في المواصلات. ايفون نبيل، CBC. لفت نظري قوي الجمله اللي قالها احد الاصدقاء اللي طلع في التقرير، اما قال الايام دي احنا بقينا بنخاف. ده اللي عايزين نحاول نفهم، الايام دي شكلها ايه وبقينا بنخاف ليه، وامتى الايام تتغير ونبطل نخاف مع ضيوفنا. ولسه الشهامه ممكن واضح من ضيوفنا وارائهم واللي احنا شفناه راي الجمهور انه دي اخلاق الازمات او الزحام، زي ما احنا كنا عملنا قبل كده فايل قلنا اخلاق الزحام ليها مواصفات معينه. ايفون عايزه ارجع لك تاني واقول انه لو قلنا ان دي اخلاق الازمه السنتين دول، انت كبنت شفتي قبل كده المشاكل دي؟ يعني كنتي برضه بتعرضي لمضايقات ولما تتضايقي حد يعكسك ما حدش بيدافع عنك؟ يعني كان في شهامه قبل كده؟ بصي هو الشهامه يعني لا انا بشوفها تقريبا بنفس القدر. بس الناس دلوقتي بتقلق ان هي لما تلاقي حد بيضايق حد تتدخل، فبتقف تتفرج لحد ما الناس تتلم من بعيد شويه، من بعيد. ومؤخرا الموضوع زاد قوي بقى، يعني موضوع ان الناس تعلق وتقول كومنتات وتبقى سخيفه وتعاكس وبقله ادب، ده زاد لان هو عارف ان محدش هيقف. فمثلا من يومين انا نازله بشتغل، فانا نازله حتى ميك اب، انا هتصور، انا مش نازله عشان عندك شغل، عندي شغل وانا اغلب شغلي في الشارع. واحد ونازله من المترو، يعني اللي هو لا نازله من المترو، لقيت واحد عمال ماشي ورايا بيعكس، وهو طول ما ماشي وراكي وانت مش بتقفي تعملي كات بقى للموضوع ده، هو مكمل. فرحت وقفت ورحت بصله وابتديت ازعق لان هو كان بيقول كلام سخيف، فابتدى يعلي صوته ويقل ادبه عليا. رد الفعل الناس بقى الشارع حواليكي ولا اي حاجه، ما حدش بيتدخل ولا طب اي ما حاجه. فكرتيش تروحي لاي عربيه شرطه نجده؟ انت واقفه في وسط الناس ما حدش بيتكلم، ما حدش اتدخل خالص، واقفين كل واحد واقف في مكانه بيتفرج عليا من بعيد. طب وانا بهزقه وهو بيهزق، يعني هو بيعلي صوته اللي هو ما انت اللي حاطه مكياج وانت ما انا احط براحتي، انت مالك؟ وانت مش عندك في الدين بتاعك بيقول لك غض البصر؟ قال لي غض البصر. انت قلتي حاجه، هي قالت حاجه جميله انه شايف ان ما حدش بيتدخل، هو شايف فده ان ما حدش جرأه. بيتدخل، فهو مش شايف شايف ما حدش عامل له حاجه ولا اي حاجه. طب انت نهيتي الموضوع ليه؟ ولا اي حاجه، هزقته ومشيت. شتمته ومشيت عادي، يعني اللي هو الحدث العادي بتاع كل يوم يعني. ده لا، ما هو ده الطبيعي، ده الطبيعي بتاع الناس في الشارع. وده كتير بقى. مثلا برضو قريب سواق توك توك، موقف تكاتك بقى، يعني انت عندك بؤره اجرام، فانا واقفه مش كلهم طبعا عشان ما نظلمهمش. لا هي بتبقى بؤر كده، اصل هم بيبقوا اطفال فيهم اللي هم عاقلين غالبا فبرضو واقفه وحد بيعاكس، فرحت قايله له انت ترضى حد يعاكس اختك ومامتك؟ الكلام التقليدي اللي هو بيتقال اي بنت بتتعاكس يعني. فراح قال لي خلاص يا انسه اتفضلي، اتكسف اتحرج. اللي بعديه بقى راح ماسك فيكي وقعد، فما سكتلوش بصراحه، اديته من المنقي خيار بقى يعني. انا هاخد من كلام ايفون حقيقي، لان حاجه يعني فعلا مستفزاني ان على البنت انها تنزل الشارع تبقى ماسكه حاجتين، واخده بالها من نفسها ولسانها مبرد، عماله بتشتم في لا اله الا الله، لان الناس اللي حواليها